يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه على الجير المطفي. انا ما بحطش جير مطفي في اي دوره. اهم حاجه انا عندي في الاول الدوره احط كراتين في الارضيه، او احط نشاره فوقيها او تبي. ليه؟ لان ده الجير المطفي بيمتص الرطوبه اللي في الارض، وتحط النشاره عليها بعدها بكام يوم بتلاقي الارض عباره عن عجينه التربه ما يستحملهاش، ويبقى التربه عرضه عندك للبرد وعرضه تكسدي على طول. فيا جماعه اللي بتربي في البيت ما تحطيش جير مطفي في الارض، حطي كرتونه او حطي اي حاجه في الارض زي شكاير وتحطي عليها النشاره. تمام، ده اسلم ليكي واسلم من الطير. لكن الجير المطفي ده انا جربته كذا مره، يعني مره لقيت في المشكله ديت، قلت يمكن من رطوبه عاليه، يمكن الميه كبوا ميه. فهم لا، احسن حاجه عندي جربتها وهي الكرتونه من تحت وفيها النشاره او التبي بتدفي. عايز تنضفي برضو نفس الحكايه، هتلاقي الكرتونه نفس، بص اهو سليمه اهي ما فيهاش اي حاجه. هتغيريهم وهم واقفين في المكان وتحطي النشاره عادي، ولا اي مشكله عندي التوبي.